مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: تعنيف طبيب يوقف شخصا ووالده بمدينة إنزجان. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد الأخبار العاجلة. إليكم التفاصيل. تفاعلت ولاية أمن أكادير بسرعة وجدية كبيرتين مع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه شخص يحدث فوضى ويعنف مرتفقا وإطارا طبيا بداخل مستشفى عمومي بمدينة إنزجان. وكشفت ولاية أمن أكادير أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية عالجتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن إنزجان بتاريخ فاتح دجنبر الجاري، وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الأمن الوطني عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وكذا والده الذي يشتبه في تورطه في سب وشتم موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه. وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية قبل أن يحال على العدالة يوم أمس الأحد. لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات بخصوص هذا السلوك، وفي انتظار نشرة إخبارية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.